أهلا وسهلا متتبعي ومشاهدينا الكرام في فيديو جديد ووصفة جديدة لنهار اليوم. أولا وقبل كل شيء السلام عليكم، وإن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بألف خير وصحة وعافية يا رب العالمين. إذا وصفتي لنهار اليوم رايحة تكون بيري في الفرن بطريقة جد سهلة والنتيجة أكتر من رائعة. هاد لابيري تجي بنينة يعني بحشو هايل اقتصادي، وتجي معاكم خفيفة وبنينة وبحجم عائلي أكيد. وما رايحاش نطول عليكم ونروحوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبدأ نقول لكم ما تنساوش ديروا لي هذاك الجيم وكومنتاري ولو كان بالنقطة. إذا واش نحتاجو في لابيري تاعنا؟ أولا رايحين نبداو بالدجاج تاعنا، رايحين نتبلوه. نحتاجو هنايا نصف صدر دجاج مقطع يعني كما تشوفوا شرائح، نحتاجو هنايا بصلة كبيرة مقطعة شرائح، ونحتاجو هنايا التوابل اللي هما فلفل حلو أحمر، توابل دجاج، توابل الشاورما، رأس الحانوت، فلفل حلو أحمر وملح وكمون. هادو التوابل تقدروا تستغناو عليهم وتقدروا تحطوا أي توابل تحبوهم نتوما. هنايا عندي مغرفة صغيرة من الخردل ومغرفة صغيرة من الثوم وحوالي 3 ملاعق من الزيت. هنايا رايحة نمزج هادو المكونات مليح مليح، ورايحة نخلي هذه التتبيلة تاع الدجاج يعني حنغطيها بساشي ولا بابي أليمونتير ونحطوها في الثلاجة حوالي 3 سوايع. ولكن ما عندكش الوقت نورمال تقدر تستعملها مباشرة. هنا عندي كمية من البطاطا غسلتها قشرتها ودرت قطعتها بهذا الشكل، وانتوما الكمية تاع البطاطا ولكم الاختيار كل وحدة وكمية أفراد العائلة تاعها. ورايحة نحطها تطيب حوالي 15 دقيقة حتى نشوفوها طابت معانا مليح. هنايا بعد ما ارتاح لي هذاك الحشو اللي كنت درتو قصدي الدجاج اللي كنت تبلته، وجبت هنايا المقلة وحطيت فيها حوالي 3 مغارف تاع زيت وبديت نقلي في هاد الدجاج. هاد الحشو ولا هاد الدجاج راح يجي معاكم بزاف بنين. ديروه بهذه الطريقة ويعني راح تجيكم لابيري هذه بزاف بنينة. هنايا رايحة نقليه بهذه الطريقة كيما كتشوفوا. هنايا بعد ما تبان لي خلاص هذاك الدجاج ومام البصل هذاك، شوفوا هنايا طاب بنسبة 70%. رايحة أنايا نضيف له حوالي كأس من الماء ولا 2 كؤوس. يعني أنا هنايا هذا الحشو ما حبيتوش يجي معايا ناشف، رايحة نخليه يجي شوية فيه العسوس. هنايا حطيت له كأس من الماء وخليته يزيد يطيب، وانتوما إلا كان شفتوا نشف معاكم تقدروا تزيدوا تضيفوا نصف كأس ولا كأس، يعني على حسب كمية الدجاج اللي عندكم. هذه هي البطاطا تاعي بعد ما طابت لي مليح. جبت هنايا مغرفة كبيرة تاع زبدة وكمية من الجبن. هنايا الجبن على حسب واش متوفر عندكم وعلى حسب الرغبة. واللي عندها تاني الحليب بودرة تحط نصف ملعقة وتضرب بالباطور حتى تحصلوا على قوام كريمي. حين نضربوها مليح حتى تترحى معانا. اللي ما عندهاش الباطور تقدر ترحيها بالفرشيطة ولا بالملعقة، يعني كل وحدة عندها طريقة كيفاش ترحي البطاطا ولا تعجنها. المهم ما تعجنوهاش بالميكسور باش ما تجيكمش معجنة. هنايا رايحة ندير صلصة البيشاميل على نار هادئة. جبت كاسرونة حطيت فيها مغرفة كبيرة تاع زبدة ومغرفة كبيرة وربع فرينة، ملعقة كبيرة وربع فرينة. حنمزجهم كامل وحندخل هذيك الفرينة في هذيك الزبدة حتى نشوفوها خلاص متمزجت. هنايا رايحة نضيف أنا نصف لتر حليب. المول اللي استعملت أنا صغير حجم يعني تقريبا صغير، وانتوما إلا كان الحجم تاع المول تاعكم كبير ديروا لتر كامل. أنا رايحة نبقى مع التحريك المستمر. هنايا في هذه المرحلة كما قلت لكم تحبوا تزيدوا الجبن
يعني كمية تاع الجبن. ولكم هنايا في المول تاعي زجاجي حطيت لابيري بهذه الطريقة، حطيتها كامل وسويت لها السطح مليح على استقامة واحدة. يعني كما قلت لكم هذه الطريقة بزاف سهلة. هذا هو الحشو اللي كنت طيبته خلاص. شوفوا راح نحطه فوق هذيك لابيري. أنايا رايحة نحط الحشو كطبقة ثانية ورايحة نزيد نسويه على لابيري تاعنا. هنايا رايحة نزيد نحط صلصة البيشاميل، رايحة نزيد نكمل الطهي تاعها. هنايا شوفوا بدات تعقد لي. هنايا أنا ما خليتهاش تعقد لدرجة كبيرة، أنا دايما نحب صلصة البيشاميل عندي تكون شبه يعني سائلة، ما تجيش شادة روحها لحد درجة كبيرة، كيما تجي مليحة. هنايا بعد ما شفت الفقاعات بداو يطلعوا لي، هنايا رايحة نطفي عليها. شوفوا كما كتشوفوا. هنايا حطيت كمية من الجبن كيما قلت لكم. هادو الأجبان اختياريين، تحبوا تحطوا تحبوا ما تحطوش ولكم الاختيار، يعني بالعموم رايحة تجيكم بنينة. حطيت هذيك صلصة البيشاميل ملفوكة طبقة أخيرة، حتزيد لكم بنة هايلة في لابيري تاعكم. هنايا جبت جبن مبشور يعني كمية قليلة وحطيتها من الفوق. هنايا أي نوعية تاع الجبن تحبوا تحطوها حطوها، ما عندكمش ما تحطوهاش. أنا رايحة ندخلها للفرن دايما في الرف الوسطاني 180 درجة. شعلت لها من الفوق حوالي 10 دقايق ومن الفوق تاني 10 دقايق جوست ما داب لي هذاك الفروماج وخلاص. يعني كلش طايب في طايب برك يدوب لي هذاك الفروماج وزيد تشد لي هذيك صلصة البيشاميل روحها ونطفيو عليها. وهذا هو الشكل النهائي تاعها. واللي عندها شوية دبشة تزيد تحط لها من الفوق ولا معدنوس، يعني باش تجيها طبق جميل وفي نفس الوقت يزيد يبننها. وبما أن وصلت أنا لنهاية الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم إلى هنا ينتهي لقائي بكم. موعدنا يتجدد دائما في فيديو آخر ووصفة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه ودمتم سالمين. وما تنسوش إذا جربتوا الوصفات خليولي في الكومنتار. مع السلامة.